تحدي جديد وحماس أكيد بين فلوباتير والشيري وسارة من القديس يوحنا ذهبي الفم ألسن عين شمس، ومعانا فادي وبولا وفادي من أسرة كوزمان ودميان صيدلة عين شمس. هو انا يعني كان نفسي من زمان قوي ان انا اخش حاجه ليها علاقه بدراسه الكتاب، انا بحب اعمل كده، ولقيت يعني صحابي شجعوني كمان، وبصراحه كنت عايز ادرس اصلا اشعياء بالذات يعني، فقلت فرصه بقى من ربنا كده ان انا ابداه. اكتر حاجه فيها روح تنافسيه حلوه، ودي في الاول وفي الاخر هي خدمه. حاجه حلوه جدا بتشجع الشباب بشكل حلو، ان هو حتى الشباب اللي كان بيقرا الكتاب المقدس بعيدا عن التعمق هو بيقرا بتعمق اكتر حاجه شدتني هي روح الالتزام، يعني فعلا موضوع التقصير سواء بسبب المشغوليه او غيره فعلا بيبقى فارق يعني. تحدي جديد، وان انا عايز ادرس شويه في سفر اشعياء وسفر متى ولوقا برضه كان قبل كده. متحمس قوي يعني. احنا ان شاء الله هنكسب. عين شمس وعين شمس، واي حد مش من عين شمس ما يحضرش معانا النهارده. الفقره الاولى هي الحصاله، وفيها سهل ومتوسط وصعب، وممكن تختاروا من متى او من اشعياء او من اسئله عامه. نبدا باللي ذاكر اكتر، تختاروا. متى صعب. متى صعب. السؤال بيقول: اذكر اسماء النساء الاربعه المذكورات في نسب المسيح. معانا 30 ثانيه في الجوله دي بنفكر فيهم. في اجابه؟ رحاب وراعوس ورحيل وبس شبع. رحاب وراعوس ورحيل وايه؟ بس شبع. امرأة بيت شعب، امرأة اللي هي امرأة التي الأورية اللي هي بتاعت داوود. تمام. اجابه خاطئه، هي ثمار مش رحيل. ماشي. تحبوا تتسالوا في ايه؟ متوسط متى. متوسط متى. السؤال بيقول: كم ويل نطق يسوع على الكتبة والفريسيين؟ 5 6 7 8. الإصحاح ده معروف جدا إن فيه ويلات كتير. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين. ها؟ 7. إجابة خاطئة، هما 8. تحبوا تسألوا في إيه؟ ولا أسئلة عامة؟ اشعياء متوسط. أشعياء متوسط. السؤال بيقول: من سيأكل التبن مثل البقر حسب أشعياء؟ الذئب، الدب، الأسد، النمر. الاسد. إجابة صحيحة. 15 نقطة مهمة تبدأوا بيها المشوار. اختياراتكم هتكون إيه؟ متوسط اسئله عامه. متوسط أسئلة عامة. السؤال بيقول: حدد الرب فيناء مجد كيدار في مدة 2 3 سنوات، سنة كسنة الأجير. سنه كسنه الاجير. هتشوروا بعض ولا جواب نهائي؟ سنه كسنه الاجير. إجابة صحيحة. اختياركم هيكون إيه في السؤال؟ صعب أسئلة عامة. صعب أسئلة عامة. بيحاول يجيب 20 نقطة. دكتور فادي، ما هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه حزقيا الملك بعد شفائه والذي استدعى توبيخ أشعياء؟ شفائه، دكاترة. بعد شفائه إن جوله ملوك ملك بابل أرسل له زي رسل ليه، فأراهم كل ما في بيته خزائنه من فضة وذهب وكل حاجة. عظيم، إجابة صحيحة، برافو. صعب اشعياء. صعب أشعياء، بنعلي على بعض. صعب أشعياء. السؤال بيقول: من هو الملك الذي رفض أن يطلب آية من الله؟ أحاز الملك. إجابة نهائية؟ نقول القصه. رأيك إيه؟ إجابة صحيحة، برافو. 20 نقطة مهمة.
ليكم اختيار، تحبوا تغسلوا في ايه؟ متى سهل. وكله اللي جاي سهل. عدد التطويبات في الموعظة على الجبل هو 5، صح ولا غلط؟ ولو غلط كام؟ غلط. طيب الإجابة كام؟ 7. إجابة خاطئة. هما 9. عادي عادي عادي. آخر سؤال ليكم في آخر اختيار. هتختاروا إيه؟ سهل. أشعية. أشعية. ده عشان جبتوا 20 نقطة بقى منه خلاص. ماشي. السؤال بيقول أشعياء دعي الإنجيل السادس. صح ولا غلط؟ غلط، الإنجيل الخامس. خامس. الإنجيل الخامس. معلومة جميلة، برافو، نسقف لهم. ودي كانت الجولة الأولى. كانت النتيجة هي 35 كوزمان ودميان، وأسرة يوحنا الذهبي الفم 45 نشجعهم. وننتقل للجولة الثانية. ومعدنا مع الجولة الثانية، وهتكون عبارة عن آية في سورة. كل واحد من حضراتكم هيركز معايا. على الشاشات هيكون في لغز عبارة عن صور أو بعض الكلمات اللي هتساعدك إنك تكتشف وتجمع الآية. لو جاوبت صح هتاخد 20 درجة، لو جاوبت غلط هيتخصم منك 10 درجات، والأسرع والأصح هو اللي هيفوز بالنقط. معدنا مع الصورة الأولى. فيها كلمات مساعدة زي فرح، نجم، رؤية. بانتظار اللي هيسحب أول 20 نقطة. جولة مهمة والنتائج متقاربة في الجولة اللي فاتت. ايه هي الآية اللي فيها فرح ونجم ورؤية؟ وآية سهلة جميلة. إجابتك؟ ولما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما. إجابة صحيحة، نسقف لهم 20 درجة، مهمة جدا. الصورة الثانية عندنا كلمات مساعدة زي أبدية، بهجة، وهي موجودة في أشعياء 5 4 3 2 1. في إجابة؟ طيب الإجابة هي عوضا عن خزيكم ضعفان، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم، ضعفين بهجة أبدية تكون لهم. أشعياء 61:7. ركز يا شباب. والصورة الثالثة دي سهلة جدا لو ركزتوا فيها. مصر، هروب، قمر، حلم، ملاك. صدقوني لو ركزتوا سهلة. في إجابة هنا في صيدلة. فظهر له ملاك الرب في حلم وقال له خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر لأن هيرودس مزمع أن يقتل الصبي. إجابة صحيحة، برافو، نسقف لهم. إجابة صحيحة. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي. دي كانت متى 2:13. السورة الرابعة رداء البر، ثياب الخلاص. ودي في أشعياء. أنا عايز أولها. عايز أولها؟ اه هديكوا أولها عشان هي حوالي 6 سطور يعني. فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي لأنه. طيب في إجابة؟ لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروسة تتزين بحليها. أشعياء 61:10. رقم 5، ونركز في الصورة اللي جاية. فيها كلمات مساعدة زي كلمة بيت،
ولحم، بيت لحم على بعضها، غضب، ولو ما جاوبتوش انا اللي هيبقى في حاله غضب. يعني فيها كلمة هيرودس. طيب، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخيمها من ابن 2 فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. متى 2:16. السورة رقم 6. فيها كلمات مساعدة زي تسبيح، بر، إنبات، أرض. صعبة؟ طيب، مفيش إجابة يعني. طيب، الإجابة هي لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. أشعياء 61:11. اللي جايه سهله قوي ولازم تركزوا فيها. رقم 7. 20 نقطة هدية للي يعرف يجيبهم. آية كلنا بنقولها في كتير بنسمعها من العظات. بتقول فيها كلمات مساعدة: خطايا، خلاص، ابن، ولادة. طبعا دي بعض الكلمات ممكن يكون كلمات مصغرة من أصل الكلمة أو مؤنث لكلمة أو جمع الكلمة، اللي هي كلمات المساعدة، مش بتبقى بالنص بالحرف. وقالها تحديدا الملاك في سفر متى 1:21. يعني لو انتم معاكم 20 ثانية سمعوا لنفسكم آية. معاكم 20 آية تقولهم صح هتجيبوا الآية 21. تايم اوت. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. طيب، رقم 8 ونركز شوية. أنا كان عاجبني الجيم بس ابتدينا نريح لما ابتدت الأسئلة ما بقاش ليها إجابات، فعايزين نبقى فيه فوكس وتركيز شوية. دي سهلة جدا، يعلم الله. فيها كلمة ناصري، ناصرة، مدينة، سكن. هزود كلمة من عندي: لكي يتم ما قيل. الإجابة لكي يتم ما قيل أنه دعي نصريا. إيه؟ قوليها تاني كده. لكي يتم ما قيل أنه دعي نصريا. تمام، ده النص التاني. أنا عايز بقى بقية الآية. أنا قلت حتة منها. ماشي، بس ما تحسبش غلط. إيه؟ ما تحسبش غلط. لا، أنا قلت أنا هقول كلمة، ما قلتش أولها. أنا قلت أقول كلمة مساعدة. وسكن في الناصرة، وسكن في مدينة الناصرة لكي ما يتم ما قيل أنه دعي سقف لها يا نصريا. جماعة، سقف لها. برافو جدا. وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا. دي متى 2:23. برافو. 20 نقطة مهمة. في 20 نقطة راحوا منكم ونركز يا شباب. رقم 9 الصورة: مساعدة، سماوات، ملكوت، توبة، كرازة، وآية كلنا بنقولها واحنا في KG 2. توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات. طيب، ليها جزء قبلها. لو ركزتوا في الايموشنز هتلاقوا الحتة كده. هقول أول حتة عشان تجيبوها. من ذلك الزمان ابتدأ يوحنا المعمدان ابتدأ يسوع يكرز في ويقول. اللي انتوا قلتوه بقى قولوه تاني. توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. بس أنا مش هعتبرها إجابة صحيحة. في آخر حاجة رقم 10 نركز. احنا معانا -10 في رقم 9. إنها كانت آية صغيرة وما اتقالتش كاملة. آخر حاجة فيها كلمات زي مساعدة، سجود، نجم، ملك، مولود. وبأمانة آية سهلة جدا. هغششكم السببية بتاعتها. مجموعة أشخاص قالوها لشخص. يعني أين هو
للأسف الإجابة على الشاشات. أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. متى 2:2. يعني لو انتوا كنتوا حافظين متى في أوله كان زمانكم جاوبتوه. أنا شايف كانت الأجواء مهمة جدا في الجولة الثانية، ودي هتحسم أمور كتير، بس اللي هيحسم أكتر الجولة الثالثة. ورجعنا تاني ليكم والنتيجة هي 55 صيدلة، 75 ألسن. لو ركزنا في عجلة الحظ كل إجابة ب15 نقطة، ولو قلنا الآية بالشاهد زيادة عليها 5 نقط. نركز كويس. جاهزين؟ يلا بينا. لا يدوس أسرع بعد السؤال ليه حق إن هو يجاوب. ما معنى زهرة الصبح في أشعياء 14؟ هنا الأول الشيطان. الإجابة صحيحة. وزهرة بنت الصبح. بقول لك بسرعة كده. أيوة صح. مين؟ سهل جدا ونركز. مين اللي قال حقا كان هذا ابن الله؟ إجابتك صيدلة. بطرس. إيه؟ إجابة خاطئة. ده رئيس الجند اللي هو لو بتتشاوروا كانت تبقى الإجابة في نصيبكم. هو فعلا قائد المهنة، هو بس إجابة خاطئة يعني. لا عارفين. فين؟ أين سينصب عرش الرحمة؟ فين؟ إجابتك اورشليم. في إجابة في خيمة داوود. إيه؟ مين قال؟ مين اللي طلب جسد يسوع من بيلاطس؟ يوسف الرامي. إجابة صحيحة. آخر محاولة ونركز. بما تشير عبارة الشعلتين المدخنتين؟ إجابتك؟ مملكة أرام وإفرايم أو المملكة الشمالية. مملكة إسرائيل. أو إجابة إسرائيل. صحيحة. السؤال الثاني هتقول كده انتهت الجولة الثالثة من الجيم، وهنعرف دلوقتي النتيجة. النتيجة النهائية أسرة كوزمان ودميان 70، عاش. وأسرة يوحنا الذهبي الفم 105. شكرا لكم يا شباب، كانت منافسة قوية، وانتظرونا في حلقات قادمة.